وتاني يوم اول ما صحيت دخلت على المطبخ، وقفت وحضرت لنفسي الفطار، ومره واحده ظهر قدامي زين. اول ما شفته اتخضيت. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ تكونيش شفتي عفريت؟ هو انت جيت امتى؟ خضتني على فكره، مش تكح ولا تعمل اي حاجه. انا اجي وقت ما احب واظهر وقت ما يجي ليا مزاج. ده انت صاحيه بقى ومزاجك حلو اهو، ومحضره كمان لنفسك الفطار. امال يعني ما كلش؟ لا يا حبيبي، انا صحتي عندي بالدنيا. اقعد يلا افطر، اهو اكسب فيك ثواب بالمره. مفيش مانع، الاكل حتى ريحته حلوه، هو حد يلاقي خدامه تفطره ويقول لها لا؟ والله طب انا بقى مش هرد عليك، وكل وانت ساكت احسن لك. وفعلا قعد كل، وبعد ما خلص اكل اخد بعضه ومشي. قال لما قال لي حتى كلمه تسلم ايدك، يا ساتر عليه، ده ايه الراجل ده؟ وفضلت قاعده طول اليوم لوحدي، والليل جه عليا وانا قاعده زهقانه ومش طايقه نفسي. اوف، ده ايه بس الزهق ده يا ربي؟ لما اقوم اعمل لي كده كام سندوتش واقعد قدام التلفزيون. خرجت من الاوضه بتاعتي ونزلت على تحت، واول ما شفت سلين وكميه الاكل اللي قدامها اتصدمت. ايه ده ايه اللي انت عاملاه ده؟ دي سندوتشات، وكمان عملت لي ترمس نسكافيه عشان خاطر يدفيني. شفت بقى؟ خطه في منتهى الذكاء، مش صح بذمتك؟ طيب هو انا يعني ممكن اكل من السندوتشات دي؟ اصلا انا الصراحه جعان قوي. ايوه طبعا اكيد، بس هتدفع على كل سندوتش ضريبه. نعم، وايه هي بقى الضريبه يا ست المستغله انت؟ تطلبي ايه يا سيلين؟ تطلبي ايه يا سيلين؟ شوكولاته وشيبسي وايس كريم وبسكوت وبونبوني والبان وبيبسي وباتيه بس ايه كل ده بقى؟ كل ده عشان شويه سندوتشات؟ ده انت طماعه مفتريه قوي. ايوه يا عمنا، انا واحده مفتريه وبستغل الظروف على الاخر، انت ما تعرفش ولا ايه؟ بس كده ماشي يا ستي، الغالي يرخصلك. انا قلت كده برضو. وبعد كده سابني ومشي. هو ليه بيعمل كده بس؟ اوقات بحس ان هو بيحبني، واوقات بحس ان هو مش طايق حتى يشوفني، بس لما بشوفه بنسى الزعل خالص. انا مش عارفه هفضل كده لحد امتى. يلا بقى لما اروح اعمل كب كيك بدل الزهق اللي انا فيه ده. وبعد كده اخدت بعضي ودخلت على المطبخ، وفضلت عمال اعمل في الكب كيك، وزين دخل عليا. هو انت بتعملي ايه؟ بعمل كب كيك، وبعمل بقى دلوقتي الشوكولاته اللي انا هحطها فيه. وجبت معلقه من الشوكولاته، قلت له خد كده دوقها. لا مش عايز، شوفيها انت. وفعلا كلتها انا، وانا باكلها بهدلت نفسي غصب عني. بالراحه بهدلت نفسي. وساعتها ارتبكت جدا، حاولت ان انا امسح وشي، بس ايدي كانت كلها شوكولاته. بهدلت نفسي اكتر واكتر، بس قبل ما اقع كنت ماسكه في التيشيرت بتاع زين، وهوب مره واحده زين كان واقع هو كمان على الارض. ورحت بسرعه عشان اجيب منديل، بس وقعت ازازه الزيت على الارض، وهوب مره واحده اتزحلقت ووقعت. وكان عمال يضحك على اللي بيحصل. هو بقى عمال يضحك، وانا كنت عماله ابص له وسرحانه فيه. هو في ايه؟ بتبصلي كده ليه؟ اصلك حلوه قوي. نعم افندم. ها؟ قصدي يعني شكلك حلو، بس لما بتضحك بس. ده ايه بقى اللي انت عملتيه ده؟ بهدلت نفسك وبهدلتيني وبهدلت المكان كمان. معلش انا هنضف كل حاجه، مش عايزاك تقلق خالص. حاولت ان انا اقوم وقلت لها ما تتحركيش، انا همسك ايدك عشان ما تقعيش تاني. ولسه بيشدني عشان خاطر يقومني، بس هوب مره واحده اتزحلقت من تاني ووقعت على الارض، وهو كمان اتزحلق ووقع. وفضلنا احنا الاتنين عمالين نبص لبعض. هو انا مش قلتلك ما تتحركيش؟ بقى عاجبك يعني كده؟ والله العظيم ما كانش قصدي، انا بس كنت عاوزه اقوم. وبعد كده زين سكت، وفضل عمال يبص لي في عيوني شويه، وبعد كده قال لي هو انت ازاي بتعملي فيا كده؟ بعمل ايه؟ بتقطع نفسي وبتوجع قلبي وتعجزي عقلي عن التفكير. ببقى عايزك انت وبس، عايزه اسمعك، عاوزه اشوفك، عاوزه ابقى جنبك ومعايا وبس. وقبل ما اكمل كلامي سمعت صوت صفاره الفرن، فقت لنفسي بسرعه ورجعت لعقلي، وقمت وقفت. الله يخرب بيتك، هو ده يعني كان وقته؟ كان هيقول وهيتكلم. كمل يا زين، كنت بتقول ايه؟ نعم، اكمل ايه؟ ده انا كنت بسرح بيكي، هو انت صدقتي ولا ايه؟ قال لي كده وسابني ومشي. بقى كده ماشي، طب والله لو اوريك. هو عدى علينا اسبوعين، وفي يوم لقيت زين جه عليا وبيقول لي يلا عشان اخليكي تزوري اهلك. بتتكلم جد؟ طب يلا بينا، انا هطلع هلبس فريره واجيلك. وفعلا ما عداش كتير وكنت لبست وجهزت وركبت العربيه معاه، وكنت مبسوطه على الاخر. انت عارف انا مبسوطه قوي، زي ما كنت مبسوطه لما بابا يوافق ان اطلع رحله زمان. اصل هو ما كانش بيوافق ابدا، وانا بقى كنت بحب الرحلات قوي. كمان ما كنتش بسكت نهائي، وكنت بقعد اعيط. بس انا على فكره ما بعيطش بجد، كنت بقعد احط صباعي في عيني لحد ما اتدمع، وفي الاخر اعمل نفسي بعيط لحد ما يوافق. اصل انا لما بعوز حاجه مش بسكت الا لما باخدها. طب كويس. وبعد شويه كنت وصلت عند اهلي. ماما اول ما شافتني خدتني بالحضن. سيلين حبيبتي، وحشتني قوي قوي يا بنتي. وانت كمان يا ماما، وحشتني قوي قوي كمان. انت عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. انت اللي عامله ايه؟ طمنيني. وزين عامل معاكي ايه؟ هي يعني هكون عامل معاها ايه يا طنط؟ ما هي كويسه قدامك اهو.
يا ساتر يا رب، هو انت سامعنا؟ ابعد ودانك شويه يا اخ، انت دي امي وعاوزين نتكلم عليك شويه، ما يصحش كده على فكره. واول ما قلت له كده ماما قعدت تضحك عليا. يوه لسه زي ما انت يا سيلين، ما اتغيرتيش يا بنت، ده انا قلت ان الجواز هيعقلك. تعال ايه بس بعد الشر، ده انا اللي هتجنن زيها عن قريب. ما بلاش انت. قال فين بابا يا ماما؟ ده وحشني قوي. في الشركه يا حبيبتي، هكلمه هيجي حالا، ده هيفرح قوي لما يعرف ان انت هنا. طب انا همشي دلوقتي بقى وهاجي اخدك، يلا سلام. وبعد كده خدت بعض ومشيت ورحت الشركه عند احمد. ازيك يا احمد؟ وحشني والله. زين تعال اتفضل، طمني على سلين، عامله ايه؟ اوعى تكون عملت فيها حاجه يا زين. هو انت بقى على كده خايف عليها؟ ده انت يعتبر بعتها. انا ما بعتش بنتي، انا خفت عليها منك، عشان كده وافقت غصب عني علشان احميها منك، واهو ما خدتش منك اي حاجه، وقفت على رجلي لوحدي. لا، ما انا ما خلصنيش برضو ان انت ما تاخدش الشيك، عشان كده جيت لك لحد عندك. وبعد كده طلعت الشيك من جيبي وقلت له اهو خد تمن بنتك. انت قليل الادب، انا دلوقتي حماك، يعني ما ينفعش تعمل معايا كده ولا تكلمني بالطريقه دي. هو انا عملت معاك ايه عشان تكرهني الكره ده كله؟ ما تقولي. مش لما انتقم الاول واخد حقي ابقى اقول لك بقى انت عملت ايه ساعتها؟ هو يا ترى بقى ناوي تنتقم من مين؟ ها؟ فاكتر واحده توجعك، انا متاكد ان هي دي اللي هتخلص عليك، هطلقها منك يا زين. انت بس لو حاولت تحكي لها على اي حاجه صدقني هخلص لك عليها، فاسكت بقى احسن لك، انا اللي احكي لها في الوقت المناسب وهقول لك. يلا سلام يا هي حماية العزيز. وبعد كده مشيت من عنده ورحت على شركتي ودخلت عند مازن. اهلا بالعريس، الجواز حلو بقى ولا ايه؟ هو انت عبيط يا مازن؟ هو انت يعني فاكرني ان انا متجوز بجد وحقيقي؟ يا سلام. طب وبالنسبه للاجازه بقى اللي انت خدتها، ده انت بقالك اسبوعين يا راجل واخد اجازه، كنت بتعمل ايه؟ ها؟ على طول حابس نفسي والله في الاوضه مع نفسي، ده انا حتى ما كنتش بشوفها غير صدفه. طب واخرتها معاك يا زين ايه؟ ناوي على ايه؟ قولي. يا ريت تقفل على الموضوع ده دلوقتي، انا مش عاوزه اتكلم فيه، وخلينا بقى نتكلم شويه في الشغل. عامله ايه يا سيلين يا بنتي؟ وحشتيني. وانت كمان يا بابا وحشنا قوي. عايش ازاي من غيري؟ بقى بيجيلكم نوم؟ بتعرفوا تاكلوا من غيري؟ بناكل كويس وعايشين في هدوء كمان، ده انت كنت عامله ازعاج لينا يا بنت طول الوقت. بقى كده يا ماما؟ وانا اللي افتكرت ان انا وحشتكم زي ما انتم ما وحشتوني؟ طبعا وحشتيني، دي ماما بتهزر معاكي، هو احنا نقدر نستغنى عنك؟ المهم بقى طمنيني، زين عامل ايه معاكي؟ واوعي تخبي حاجه عليا. ها؟ زين بيعملني احسن معامله وحاططني في عينه يا بابا، انا مش عايزاك تقلق عليا خالص. مش عارف ليه قلبي مش مطمن، حاسس ان انت بتكدبي عليا يا سيلين. هو انا يعني هكدب عليك ليه يا ابو حميد؟ انا مش بكدب عليك ولا حاجه، اطمن بس انا كويسه، ولو في اي حاجه اكيد هاجي واقول لك على طول. هو انا يعني ليا غيرك انت وماما؟ ما خلاص بقى يا احمد، ما هي البت هي بتقولك ان هي كويسه، هو انت عاوز تخليها مش كويسه وخلاص؟ انا عاوز ايه بس غير ان هي تبقى مبسوطه يا سميحه؟ وانا 100 فل و10، ما تقلقش على بنتك، ده انا ب100 راجل، خاف على زين مني بقى يا بابا. طب والله عندها حق، ده احنا نخاف على زين منها. قال انت طبخه ايه يا ست الكل؟ اصلا انا هموت من الجوع. يا حبيبتي يا بنتي 5 دقايق والاكل يكون جاهز. وبعد شويه زين كان وصل بالعربيه وفضل مستني في الشارع لحد ما نزلت له. كل ده عقبال ما الهانم ما تنزل؟ السواق بتاع حضرتك يعني انا ولا ايه؟ الله، مش عقبال ما سلمت على بابا وماما وبعدين انت ما طلعتش ليه؟ ها؟ بدل ما انت مستعجل قوي كده. وانا اطلع ليه؟ المفروض عرفتي ان انا جيت تنزلي على طول، مش تسلمي وتهزري، ما تتكررش تاني، وبعد كده اللي عاوزك يجيلك، ما فيش مروح في اي حته تاني. هو ممكن بقى تبطل لك وتسكت وتسوق وانت ساكت؟ اما بقى في كافيتيريا فكانت اروى قاعده مع مازن. هو انا ممكن اعرف انت جبت رقم منين وعاوز ايه وموضوع ايه دوت اللي انت عاوزني فيه؟ بس ايه؟ بلعه طفحت في وشي، اديني فرصه حتى اتكلم وارد عليكي. سوري بس بجد مستغربه، يلا اتفضل بقى واتكلم. بصراحه كده انا من ساعه ما شفتك وانا معجب بيكي قوي وبفكر فيكي طول الوقت، اعمل ايه؟ العب باليه، حلوه دي. طب والله دمي خفيف. بقيت قاعد قدامها ومصدوم. دمك خفيف؟ ده فين ده انت دمك تقيل على الاخر. والله؟ طيب اخلص، عاوز ايه من امي؟ انا مش فاضيالك دلوقتي خالص. اولا انا مش عاوز من امك اي حاجه، انا عاوز منك انت. ده انت خفيف وبتهزر بقى. لا انا ماشيه، لان انا مش فاضيه لهزارك التقيل ده خالص. يلا سلام. استني بس، بقولك بحبك ومعجب بيكي، عاوزه تعرفي ايه تاني؟ تحب اكلمك عن نفسي شويه؟ يخرب بيتك، انت صدمتني. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ هو انت عارف بقى معنى الحب ايه؟ على العموم يعني اديني فرصه كده، قد يجي 30 سنه هفكر وهرد عليك، ما تقلقش. والله؟ طب هستناكي فين بقى على كده؟ في دار المسنين ولا في المقابر؟ والله بقى انت وحظك. وكمان انا مش بحب الاستعجال، انا بحب اخد مده في التفكير. طيب معلش،
تعالي بس على نفسك وحاولي تخليها اقل من كده شويه. والله هحاول، ما تقلقش يا كبير. اما بقى في الفيلا عند سيلين كانت قاعده عماله تكلم نفسها وتقول ده ايه ده بقى، هو انا هفضل هنا كده كتير واخرتها ايه بقى، انا لازم اتكلم مع زين. نزلت من الاوضه بتاعتي وكنت ماشي من غير ما ابص لها حتى، بس وقفت لما سمعت صوتها وهي بتقول لي زين لو سمحت عاوزاك في موضوع ممكن. خير فيه ايه؟ انا مش فاضي لمواضيعك، وما دام انت مش فاضيلي ولا فاضي لمواضيعي ما قعدني هنا ليه ان شاء الله، ولا هي بقى غتاتة وخلاص. وجودك هنا بمزاجي انا، لان عقابك لسه ما جاش. هي مصبر الوحش على الجحش يا رب. نعم بقى انا وحش ليه ان شاء الله؟ كنت شايفه ليا قرون موديل ولا حاجه؟ هو انا من اساسه كنت جبت سيره ان انت وحش؟ انا قصدي ان انت الجحش. يا بنت بقولك ايه، اتلم احسن لك، ولا اقولك بقى ما تتكلميش معايا خالص. انا ماشي يلا سلام. انا عاوز انزل شغلي. هو انت ناسي ان انا دكتوره وبشتغل في مستشفى؟ اول ما قلت له كده لقيته عمال يضحك وقال لي كنتي، لكن دلوقتي بقى بتشتغلي خدامه عندي انا، تخدميني انا وبس. نعم خدامه؟ بقولك ايه، انت ما تعرفنيش، ده انا شرانيه ومجنونه، سيبني احسن لك بدل ما ندمك. انت ما تعرفنيش انا بقولك اهو. لا والله. طيب وريني بقى تعملي ايه. انت ما تعرفنيش بقولك اهو، انا شرانيه ومفتريه كمان بس. ها انت بقى على فكره ولا هتقدري تعملي اي حاجه خالص. بقى كده ماشي، بس صدقني بقى هتندم وهتندم قوي كمان. انا عاوز اندم، وريني بقى تعملي ايه يا صغيره انت. نعم نعم نعم، ده ايه صغيره دي؟ انا مش صغيره على فكره، انا كبيره ودكتوره كمان. لا بالنسبه ليا بقى انا صغيره وما تعرفيش تعملي اي حاجه، بق على الفاضي. انا ماشي بقى، مش فاضيلك دلوقتي، ورايا ميتنج. سلام يا صغيرتي. قال لي كده وسابني ومشي. الله يرحم ابوك، كان بيشرب الشربة بالخرطوم. وبعد كده حطيت ايدي على داني وبقيت عماله افكر، هو انا شفت الواد زين ده قبل كده فين؟ انا شفته يشبه حد كده في التلفزيون، بس يا ترى هو مين؟ ايوه افتكرته دراكولا. ايوه هو دراكولا بالظبط. طب وانا هفضل قاعده كده يعني في البيت؟ ده انا ممكن اتجنن. هو انا ناقصه جنان يا ربي؟ ده انا مجنونه لوحدي. انا هكلم اروى بقى واخليها تجيلي وتقعد معايا شويه وهو نتكلم على الناس. وفعلا طلعت الموبايل واتصلت باروى. ايوه يا اروى يا جزمه، بقى كده ما تساليش عليا خالص. انا طالع عيني في المستشفى، ما انت عارفه، انت بس اللي نسيتي من ساعه ما اتجوزتي. نادله يا بت والله، طول عمري ايه الجديد يعني في اللي انت قلتيه؟ بس وحشني قوي والله، والمستشفى كمان، ونفسي اجي قوي. تيجي فين يا بت؟ ده انت في نعمه، خليكي يا بت، ده انت لسه عروسه. عروسه ايه بس وزفت ايه؟ قال بقولك ايه، تعالي لي عشان عاوزاكي في موضوع وهو نتكلم مع بعض شويه. ده انا اللي عاوزه اتكلم معاكي في موضوع مهم جدا، شويه وهكون عندك، يلا سلام. اما بقى في الشركه عند حسن فكان بيتكلم بكل عصبيه وبيقول يعني ايه هنسيبه كده يتجوز ويعيش حياته، وفجاه كمان الاقيه خلف وبيكبر في السوق ومحدش قادر عليه، واحنا عمالين نقع، لازم يبقى في حل نوقعه بيه. هنوقعه ازاي بس؟ ما انت عارف كويس ان ده ما بيقعش خالص، ده احنا كل لما بنشتري حد من عنده يقول لنا اخباره وبيقفشوا، ولولا ان احنا بنتفق معاهم ان احنا هنعوضهم كان زمانه عرف ان احنا اللي ورا كل ده، وكان نسفنا من على وش الدنيا. ما هو ده بقى اللي هيجنني، هو ازاي بيعرف ان هما بيراقبوه؟ ما انت عارف ان هو مش سهل خالص. ايه الجديد عليه يعني؟ الجديد بقى مراته، عاوزين نعرف عنها كل حاجه. مش يمكن تكون متجوزاه على طمع وتبقى في صفنا وتعرفنا كل حاجه؟ والله ما افتكرش، ما كانش اتجوزها، واكيد يعني مش هيتجوز اي حد ويأمن على بيته ويشيله اسمه كده على الفاضي. اي حد قصاد الفلوس بيبيع اهله. اعرف لي انت بس عنها كل حاجه وهنشوف. تمام، بكره هتجيلك كل المعلومات عنها. اما في الفيلا بقى عند سيلين فكانت اروى وصلت. وحشتيني بقى كل ده عشان تيجي؟ هو انا مش وحشتك ولا ايه يا بت؟ لا طبعا وحشتني والله العظيم. المهم عامله ايه مع زين؟ احكي لي بقى. دراكولا ده مطلع عيني والله، مش عارفه افهمه خالص ولا عارفه هو بيعمل كده ليه، هتجنن خلاص. مين يا اختي؟ دراكولا؟ ده ايه الاسم ده يا سيلين؟ هو انت برضو مش هتبطلي عادة انك تطلعي اسامي على الناس؟ فاكره كنت مسميه الدكتور بتاعنا في الجامعه ايه؟ قعدت اضحك وقلت لها ايوه طبعا، وهي دي حاجه تتنسي؟ كنت مسميه المفتش كرومبو. طب والله كان لايق عليه، ده كان لازم يعرف كل حاجه وبيفتش في كل حاجه لحد ما بيوصل للي هو عاوزه. يبقى مفتش كرومبو ولا لا؟ انا كده ظلمته يعني؟ يا خرابي عليكي، ليكي مبرراتك في كل حاجه، محدش بيعرف يغلبك ابدا. طبعا يا بنتي، هو انا اي حد ولا ايه؟ المهم بقى سيبك مني انا، انت عامله ايه؟ وايه الموضوع اللي انت كنت عاوزاني فيه ده؟ مازن مين يعني؟ هيكون مين يعني؟ صاحب زين؟ ايوه مازن، ماله يعني؟ في ايه؟ عمل لك حاجه؟ قولي لي يا بت. حكيت لها على كل اللي حصل في المقابله. بس يا ستي اديني حكيت لك على كل اللي حصل، انت بقى ايه رايك؟ والله ما عارفه اقول لك ايه،
بس انت اكتر واحده عارفه نفسك. انت حاسه من ناحيته بايه؟ بصراحه كده انا حاسه ان انا معجبه بيه قوي كمان. ايوه بقى، شكلها السناره غمزت. ايوه يا ستي غمزت، ومش عارفه اعمل ايه بجد، وخايفه قوي اخد خطوه واندم عليها بعدين. اصلا انا والله مش عارفه هو زي دراكولا ولا هو مختلف عنه. اصلا انا ما عاشرتهوش، وعلى راي المثل يا اختي تعرفي مازن اعرفه، عاشرتيه لا يبقى ما تعرفهوش. بقيت قاعده هموت على نفسي من الضحك. يا خراش عليك يا سيلين، ما تضيعيش اي حاجه الا لما تعملي منها حوار وتضحكيني. المهم بقى، انا عاوزه دلوقتي انزل المستشفى، وعم دراكولا دوت مش موافق. قولي لي بقى اعمل معاه ايه؟ انت بتهزري يا سيلين؟ لازم طبعا تحاولي معاه، انت لازم تنزلي المستشفى، ده كده بيضيع مستقبلك، مش بعد كل ده ويقعدك في البيت. لا ما تخافيش عليا، ده انا اخليه هو كده اللي يستحايل عليا عشان انزل واروح المستشفى، وانا ساعتها اللي افكر. اصبري بس انت عليا. لا من الناحيه دي انا خايفه عليه هو منك انت، ده انت هتطلعي عينه. بالراحه يا بت على الراجل شويه لا يطفش مني. خلصت الشغل في الشركه وروحت، واول ما دخلت الفيلا اتصدمت من اللي شفته. ولحد هنا بتكون خلصت حلقتنا. استنوني في حلقة جديدة بأحداث جديدة، وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم إشعار بكل قصة جديدة.